عايزه اقولك بقى لو انتي ما جهزتيش التجهيزات بتاعه رمضان يبقى فايتك كتير. ازيكم يا احلى ستاتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وصحه وسعاده. النهارده بقى بصوا فيديو مختلف جدا وجميل جدا، وبجد انا مبسوطه بيه، وان شاء الله انتوا كمان تتبسطوا منه وتحطوا لي لايكات كتير عشان خاطر هتستفادوا منه وهيفيدكوا وهتاخدوا منه افكار جامده جدا جدا. بصوا بقى، طبعا وحشتوني جدا جدا. ولو اول مره بتشوفيني يا قمر، اشتركي في القناه على الزرار اللي تحت اللي هو الاحمر، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وحطي لي بقى لايك كده من ايدك الحلوه وكومنت عشان ارحب بيكي تحت. طبعا لو اختي بقى من اخواتي، اهلا وسهلا بيكي ومنوريني دايما كده ومشرفيني، وتسلم ايديكوا على الكومنتات القمر دي. بصوا بقى، التحضيرات دي حلوه قوي يعني، بجد بتفيدك جدا في رمضان. هقولك، التحضيرات ديت بتسهل عليكي جدا ان انتي بتكوني تخشي المطبخ كده تعملي الحاجة بكل سهولة. ازاي يا بيرو؟ هقولك. بس كده نسمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتعملي اول حاجة ايه يا بيرو؟ هعمل سوداني وهحط عليه جوز الهند. طبعا براحتك جدا، لو عايزة كمان تحطي كمان بعد ما تخلصي كده تطحني الجوز الهندي والسوداني مع بعض. حطي كمان زبيب، براحتك. بس انا بصراحة ما بنحبش الزبيب فبنحط بصراحة، او هو ما بيحبناش فبنحط بصراحة سوداني وجوز هند. تمام. فجبت نص كيلو سوداني وجبت ربع اللي هو جوز الهند. فحطيتهم الاتنين كده مع بعض وطحنتهم طحنة كده مجروشة، مش ناعم خالص يا بنات، لا مجروشة، عشان انتي هتحطيه، احنا هنحطه يعني في الكنافة. فانتي لو زي برضو هتحطيه على الكنافة فما تطحنوش جامد، لا اجروشيه بس جرشة كده في الكبة وهيبقى معاكي زي الفل. حطي بقى في حاجة حافظة بقى وفي التلاجة. نخش بقى على ايه؟ التحضيرات. الحاجة التانية المهمة جدا اللي بجد ما بنستغناش عنها في رمضان، ايه يا بيرو؟ المحشي. التخديعة بتاعت المحشي ما بنستغناش عنها في اي بيت. محشي بقى بتنجان، محشي بقى ورق عنب، محشي كرنب. كل سنة وانتوا طيبين يا رب وبصحة والسلامة. فأهم حاجة بيبقى في السفرة كده محشي، اي نوع انت بتحبيه بقى. فالتخديعة بتاعتك تبقى جاهزة كده عشان خاطر ان انت تخشي كده تخرجيها من بالليل كده من السحور، والصبح بإذن الله تعملي بكل سهولة. هتسهلي على نفسك الوقفة في رمضان عشان خاطر بقى ان انتي تشوفي بقى الصلاة والأذكار والتسابيح. فمش عايزين نضيع وقت في المطبخ كبير، نبقى واقفين في المطبخ بس وقت بسيط جدا. وبيسهل علينا، انتي كمان بتتعبي يوم وبعد كده بترتاحي، يعني الشهر كله اللهم بارك. بتعملي حاجات بسيطة بقى، سمبوسة وانتي واقفة، بتعملي لسان عصفور، حاجات بقى بسيطة بقى. فانا بصراحة قلت انزل معاكم الفيديو ده عشان نسهل على بعض كده ونشوف كده ايه الفيديو. وما تنسينيش بقى في اللايكات والكومنتات اللي زي القمر. وعايزاكم تدعوا لوالدي ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، اللهم امين. بقى هنا بقى خلصت كده ايه؟ قولوا معايا، خلصت السوداني والجوز الهند. وقولوا لي برضو انتوا حضرتوا تحضيرات ايه او لسه، او هتشوفوا برضو الاكل اللي انتوا هتاكلوه في رمضان. يعني بجد لما بتجيبي المشتريات بتعملي حسابك ان انتي الاكل اللي بتاكليه يعني بتبقى حاطه في دماغك انتي هتاكلي ايه في رمضان. هتاكلي زي هنا مثلا زي محشي مثلا، هتاكلي مثلا اللي هو كباب حله، هتعملي مثلا بسله، فاصوليا. كل الحاجات دي بتحطيها في دماغك عشان خاطر ان انتي بتجهزي بقى الحاجات اللي هي بتبقى جنبها. يعني انا مثلا هعمل مثلا ايه؟ صينية مثلا ايه، حلة محشي مثلا، وهعمل جنبها صينية بفتيك. تمام. فانا ببقى عارفة ان انا هعمل محشي في الشهر الكريم مثلا 4 مرات او 3 مرات. هعمل مثلا مرتين اللي هو بتنجان، ومرة كرنب، ومرة ورق عنب. فانا بعمل حسابي بقى ايه في التخديعة بقى. التخديعة بجيبها ما شاء الله كتيرة. فحطيت بصل احمر. البصل الاحمر بيبقى حلو قوي يا بنات في اللي هو التسبيكة بتاعة المحشي، بتسكر كده المحشي اللي هو البصل الأحمر. البصل الأبيض بقى لإيه؟ للحمة المفرومة. هفرز كمان شوية لحمة مفرومة، جبتها من الجزار عشان خاطر بقى هي بتحب بقى الجزر وبتحب الفلفل الألوان. وأهم حاجة البصل. اطحني بصل كتير، اضربي في الكبة بصل كتير. فبجد عينيا وجعتني جدا. بس كده. فبجد اللحمة المفرومة بتحب البصل كتير، ولو بتحطي عليها بقى جزراية جزرتين كده ولا 3 بتسكر بقى اللحمة المفرومة. ويا سلام بقى لو حطيتي كمان فلفل ألوان، يا جماله. بس هنا بقى حطيت بقى، بصوا، دبلت البصلة وحطيت بقى العصير الطماطم من غير ما اصفيه، عشان انا عاوزة اعمل تخديعة محشي. بصي زي ما قال الكتاب كده،
تبقى بصوا تقيلة معايا. ما يبقاش معايا بس غير بس ان انا اجيب الخضرة من السوق. تمام. وعندي طبعا الرز والتخزينات اللي عملتها في الفيديو اللي فات، لو انتي كده ما شفتوش لا خش شوفيه. هحط بقى ايه 4 معالق سكر، وهحط ملح، وهحط فلفل اسود. تمام تمام. هخليها بقى تتسبك وتنزل. بصوا بصوا مش عايزه فيها نقطه ميه، عاوزه التسبيكه كده تبقى بصوا يعني تقيله كده وحلوه. مجرد بس احط عليها الرز والخضره. وهنا كمان حطيت بقى ايه اللحمه المفرومه يا بنات. جيبي بقى كيلو، جيبي نص كيلو، وحطي بقى ايه 5 بصلات كده محترمين بجد. هي اصلا اللحمه المفرومه بتحب البصل، بتبقى طعمه كده، والبصل الابيض كمان بيبقى حلو قوي فيها. اما اللي هو بتاع المحشي بيبقى بصل احمر يا بنات، بيخلوا كده المحشي كده مسكر. بس كده حطيت ورق راورة، وكمان هحط فلفل اسود في اللحمه المفرومه. هحط بصل بودر، توم بودر، جنزبيل، شويه بابريكا. تمام. بس كده وهفضل اقلب بقى لحد ما بصوا تهدي عليها النار. لو انتي بنوتة صغيرة بتشوفيني، وطي عليها النار كده. هي بقى هتاخد وتدي كده مع البصلة بشكل ودي. بس هعمل ايه تاني يا بيرو؟ هتشوفي كملي الفيديو بس، وحطي لي انتي لايك وكومنت كده قمر، قولي لي خلصتي ايه وعملتي ايه، طمنينوا عليكم يعني. بصوا اللهم بارك، اللحمه المفرومه كده بصوا اتظبطت معايا، وكمان خلصت الطماطم كده. فاللهم بارك. بصوا ايدي في كذا حاجه، اللهم بارك. ببقى بصوا عامله كده الكبه مره واحده، اضرب البصل كله واغسل الطماطم واظبط كده بقى كله كده ايه مره واحده على البوتاجاز. هنا حطيت كمان بهارات اللي هي لحمه، وحطيت شويه بابريكا، وهحط كمان اللي هو عود قرنفل، بس هحط نص عود بصراحه. ونسيت احط اللي هو جوز الطيب. جوز الطيب بتبقى حلوه قوي برضو، تبشري كده حته على اللحمه المفرومه بتدي طعم وتست حلو قوي. بس كده يا بنات. وانت جايه بقى بعد ما بتجيبي المشتريات ما تنسيش تعدي على المستلزمات بتاع اللي هو الكياس والحاجات البلاستيك والحاجات دي. عشان تجيبي منه اللي هو الكياس بقى، هاتي ربع كيلو او هاتي ب10. هاتي بقى بتاع التلاجة الصغير اللي هو النص كيلو لبن، اللي هو الكيس بتاعت نص كيلو وربع كيلو. هاتي ربع كيلو ان شاء الله. هاتيها بقى للفول وهاتيها للطعمية، عشان كمان هجهز لكم اقوى فيديو لايه للسحور بإذن الله. والله ما بتأخر عليكم في اي حاجة. ويا رب انتوا كمان ما تتأخروش عليا بقى ايه في اللايكات، عشان خاطر نفسي اوصل كده ل100,000 لايك، عشان خاطر الفيديوهات توصل لناس كده وستاتي وبناتي كده يستفادوا. عملت ايه يا بيرو؟ هجهز كمان اللي كنت مفرزة. قولوا معايا يا بنات، كنت مفرزة جزر. يعني كده قولوا مثلا 3 جزرات 4 جزرات كانوا عندي زيادة. فحطيتهم على اللحمة المفرومة وخليته بقى ايه يبرد كده شوية عشان هكيس بقى. وخليت برضو الصلصة بصوا اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا قولوا بقى ما شاء الله. وان شاء الله انتوا كمان تخلصوا وتجهزوا كده الحاجات اللي تسهل عليكم وقفة المطبخ، عشان كمان صلاة التراويح بإذن الله عايزاكم تبقى ملتزمين كده في صلاة التراويح. بجد بجد كل اللي جنبه جامع كده لازم ينزل. عندك بقى أولاد فلا صلي في البيت. أنا بصراحة بنزل على طول اللهم بارك في صلاة التراويح. بس عايزة أقول لكم كمان سيحت زبدة كريستال يا بنات، اللي هي القالب القالب ده ب130 أو 120 مش فاكرة، بس حلو قوي. زبدة كده بصراحة أنا ما بقطعهاش، بسيحها وبعد كده أحط عليها بقى ملح كده، وبعد كده إيه خليها تبرد وأنزلها كده في علبة. حلوة بقى للكنافة، حلوة بقى لل أي أكلة معايا، شوية محشي كده تحطي عليها. فبجد حلو قوي. عندك بقى زبدة بلدي بتستخدمي استخدمي برضو وسيحيها وخلصي بقى، عشان خاطر ايه تلاقي نفسك ان انتي تشوفي بقى الزينة، تشوفي بقى البيت. بس اهم حاجة التحضيرات دي هي اللي بتسهل عليكي وقفة المطبخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفي بقى الكمية اللي انتي بتحتاجيها. يعني مثلا انتي ما شاء الله اعملي مثلا اكياس صغيرة واكياس كبيرة. عملتي قد ايه يا بيرو طماطم؟ هقولك عملت 4 كيلو، كنت هجيب 3 بس الراجل قال لي خدي ال4 بكذا. فمش فاكرة، هي بصراحة كانت ب12 الطماطم. فبصراحة بدل ما جبت 3 جبت 4.
قلت مش هتخسر وما شاء الله حلوة تنفع. بصراحة انا ما خزنتش بقى اللي هو الطماطم العادية يا بنات. هتقولي ليه؟ هقول لكم عشان خاطر انا سعودي عندي ما بياكلش اللي هو الطبيخ على طول، يعني بناكل حاجات بتبقى ايه زي النواشف كده، فاهميني؟ زي محشي مثلا، فتة شاورما. بناكل مثلا قولوا معايا مكرونة بشاميل، الكلام ده كله بقى. وان شاء الله يعني هظبط معاكم شوية اكلات حلوة كلها تبقى جديدة كده وفي نفس الوقت تفتح النفس. ورقة لحمة مثلا، كفتة. فالكلام ده بصراحة بيمشي معانا اكتر من اللي هو الايه، اللي هو البسلة والفاصوليا والكلام ده كله. الأكياس دي بصراحة عندي يعني عايزة اقول لكم كبيرة مش عجباني. جبتها كده فبصراحة زعلت خالص ان انا جايباها كبيرة. فقلت اخلصها وبعد كده ان شاء الله اجيب بقى للسحور بقى كيس اللي هي الصغيرة بقى، عشان خاطر ايه احط كميات بسيطة. في السحور ما بناكلش كتير بقى، بناكل حاجات بسيطة. ناكل طعمية مثلا، فول، زبادي، الكلام ده. فبصراحة برضو بناكل كمية فبيرجع بصراحة من السحور وكده. فانا عايزة الكيس اللي هي الصغيرة، فان شاء الله هجيب. وبإذن الله مش هفوت عليكم الفيديو دوت ان انا اظبطه كده وانزله معاكم بإذن الله. انا والله مش بنساكوا خالص، انتوا كمان يا رب ما تنسونيش في اللايكات، عشان خاطر بقى يوصل لي ستاتي وبناتي كده اكتر. حتى لو بنوتة كده صغيرة بتتفرج عليا، يعني بصي تفكر كده مامتها، وكلنا نستفاد يا رب. وكل سنة وانتوا طيبين. بصوا الأكياس كبيرة مضايقاني. عايزة اقول لكم بقى ان اللحمة المفرومة ديت انا هشتغل بيها في حاجات برضو زي الجلاش، زي مكرونة بشاميل. حاطة في دماغي ان انا هعمل جلاش مثلا، وهعمل مكرونة بشاميل، هعمل مثلا رقاق. اشوف كده هجيب رقاق ولا لا يا بنات. طبعا في ناس بتعمله في البيت بس انا بصراحة بستسهل بجيب بصراحة. فقولوا لي انتوا كمان بتجيبوا ولا بتعملوا في البيت اللي هو الرقاق؟ تمام. ومثلا كالينولي. كانولي ديت الأكلة ديت مش عارفة لو عارفين الأكلة دي بلدها ايه، بيني تركي. كانولوني اللي هي بالبشاميل دي يا بنات، بحط عليها بشاميل. فبصراحة بقى اللي أنا حاطة في دماغي المكرونة بشاميل والجلاش والرقاق أكتر حاجة. بصوا الورق الرورة. بس كده هشيله. طبعا بقى لو عندك فلفل ألوان بيبقى بصوا مسكر بقى وجميل أحلى وأحلى. بس عادي ممكن تحطيه فريش، تقطعيه كده على القطاعة اللي هو الورق الفلفل الألوان، وتحطيه كده على اللحمة المفرومة. بيدي تيست وطعم حلو قوي في المكرونة بشاميل، جميل. وكمان في الجلاش ممكن كمان في الجلاش تحطي كمان زيتون. بصوا ما شاء الله ادى 3 اكياس حلوين قوي، فضل ونعمة. وربنا يا رب يحفظها من الزوال. حلو قوي كويس. بس كده. طبعا جبت بقى الحاجات الأساسية برضو حطها في الفريزر، اللي هي الأكل بقى الأساسي غير اللحمة المفرومة. لحوم برضو كده. فلو ما شفتيش الفيديو اتفرجي خش كده وشوفيه. مشتريات برضو حاجات كده على قدينا كده، وربنا يبارك يا رب. عايزه اقولك بقى على تركايه حلوه عشان خاطر ما تخليش الأكياس عامه تلزق معاكي في الفريزر وتلزق معاكي كده وما تعرفيش تشيليها من بعضها. مسحه كده من الزيت قبل ما تدخليها كده الفريزر، مسحه من الزيت عشان خاطر ان انتي ما تخليش كده الحاجه تلزق معاكي. تمام. مسحه كده بصي اهو، انا كنت ناسيه وافتكرت. بصوا حته كده من الزيت كده في الغطا الزيت، وامسحي كده الأكياس عشان خاطر ما تلزقش ببعض. تفضليش بقى تشيلي وتهبدي في الأكياس معركة. دي احسن حاجة وتسهل عليكي. هاتي بقى المنظم بتاعك بقى عشان خاطر ترتبي كده الدنيا اهو. حطي بقى كده. بصوا اللهم بارك. تقيلة بقى وجميلة بقى التخديعة. حطي عليها بقى الخضرة والرز وكده خلاص. شكرا انت كده خلاص حشيتي كده المحشي وبكل سهولة خلصتي. تجهيزات حلوة جدا. كل واحد بقى على قد امكانياته، على قد مثلا الاكل اللي في دماغه عاوز يعمل ايه يجهز بقى قبليه. بس كده.
ما تنسونيش بقى في دعوة حلوة. ربنا يا رب يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه يا رب، اللهم امين. ويزيدكم كده ويزيدني يا رب، اللهم امين. واتفرجوا بقى على الفيديو اللي هو المشتريات عشان تستفادوا برضو، حتى لو بأقل حاجة، عشان خاطر ان انتوا بقى ايه تجيبوا بقى الحاجات وما تنسوش اي حاجة بإذن الله. بس كده. وهغطي برضو السمنة احطها في التلاجة، ودوت هحطه بقى في الفريزر كده، يبقى عندي كده جاهز على طول على الاستخدام في ثانية. بس كده يا بنات خلصت. ما تنسونيش بقى في دعوة حلوة وكومنت كده زيكم، وطمنينا عليكم خلصتوا ولا لسه. وان شاء الله كده تشجعوا من الفيديو، وبإذن الله تخلصوا انتوا كمان زيي. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة. باي.